السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة فيديو جديد ان شاء الله باذن الله، يا رب يعجبكم ويا رب ينول اعجابكم باذن الله. النهاردة المحتوى بتاعنا عن محتوى ايه؟ محتوى الجزائر طبعا، اللي احنا بنحبه دايما وبنفضله على قناتنا باذن الله. وان شاء الله باذن الله نشوف تعليقات حبايبنا اللي احنا بنحبهم ودعواتكم ان شاء الله لينا بالشفاء العاجل باذن الله. النهاردة الفيديو عن التلفريك في الجزائر. وطبعا هو من المعالم السياحية الجميلة جدا الرائعة، اللي أي سايح بيحب يزور الجزائر لازم يستمتع بيها، لأنها بتمر على طبعا منحدرات جميلة جدا، وطبعا حاجة شيقة وجميلة ورائعة جدا 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 في الجزائر. فطبعا احنا هنشاهد مع بعض الفيديو، يا رب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعجبكم ونشاهده ان شاء الله مع بعض، وان شاء الله باذن الله ينول اعجابكم. وطبعا مش عايزاكم تنسوا اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. يلا نشاهد مع بعض الفيديو. الله أكبر بجد على جمال الطبيعة الخلابة فيها الجزائر. بجد كل شيء فيها ملفت وجميل، وتحب بجد ان انتوا تروحوها. يعني انا والله العظيم بجد ربنا يرزق ان شاء الله. ومن اجمل الاماكن بجد اللي انا بحب ان انا ازورها، او البلاد اللي ازورها هي بلد الجزائر. وطبعا في كل فيديو كالعادة عنابة. عنابة فعلا بلد جميلة جدا جدا جدا، ويجوا جنبنا الأوروبيين ايه في البلاد الجميلة اللي احنا بنشوفها. وطبعا مثال بهذا فهي الجزائر، يا رب يحفظها ويحفظ أهلها إن شاء الله بإذن الله. عايزاكم طبعا تكملوا الفيديو معايا للآخر، يا رب يعجبنا ويعجبكم إن شاء الله بإذن الله. أنا كده كده عن نفسي عاجبني، لأن أنا من عشاق الجزائريين. أنا بحب الجزائريين بكل حاجة، ببلدهم بطبعهم. ناس مخلصة جدا، أنا ليا منهم أصحاب بحبهم جدا جدا جدا، بموت فيهم. أولهم حياة، دي روحي بجد بجد، روحي بحبها جدا. بأمانة أنا عايزة أقول لكم، أختي اللي ما جابتهاش أمي فقد إيه بتبقى زعلانة مهمومة حزينة عشاني، بتبقى خايفة جدا عليا. يا رب يحفظها ويحميها، اللهم آمين يا رب العالمين. عايزاكم جدا تدعوا لها إن ربنا يشفيها ويخلي لها مامتها ويفرحها ببناتها، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا أنا ما بشاهدش معاكم الفيديو قوي، لأن أنا طبعا طول الوقت طول ما أنا قاعدة بشاهد فيديوهات الجزائر الجميلة اللي بجد بجد بعشقها. فطبعا عايزة منكم ان شاء الله يعني تشاهدوا الفيديو للاخر كده، وما تنسوناش بلايك واشتراك وكلمة حلوة قوي منكم تدعموا بيها الفيديو وتدعموا بيها يعني روحي المعنوية، او معنى اصح ترفعوا من روحي المعنوية، لان الموضوع بجد صعب جدا. هتحسوا ان انا عيني محولة في القناة فطبعا دوت اساسي بسبب الكاميرا والله، انما انا مش حاولة ولا حاجة. لو بتخش عندي البثات المباشرة هتشوفوني طبعا. وان شاء الله باذن الله ادعوا كده لمكة انها تبقى كويسة. هعمل لكم بس مباشر على طول باذن الله، زي ما كنتوا بتحبوه مني قوي قوي قوي. انا كان بيخش لي في البث المباشر جزائريين عايشين في فرنسا، واللي عايشين في كندا، وعايشين في بلاد أوروبية كتيرة. فاللي أنا طالباه منكم بجد بجد تدعموا القناة بلايكات واشتراكات كتيرة جدا جدا. هو ده اللي أنا محتاجاه منكم، مش محتاجة أكتر من كده. يا رب يحفظكم ويحفظ بلدكم العزيز الغالي على قلبي يا رب، اللهم آمين. طبعا أنا عايزة أقول لكم على حاجة. انتوا بتشاهدوا الفيديو وانا بحب اكلمكم بأمانة، يعني انتوا بتشاهدوا الفيديو وانا بحب اكلمكم. فعايزة منكم الدعم للقناة باللايك والاشتراك، خلوها تعلى بقى. يعني انا بقالي دلوقتي بيتهيألي اكتر من 4 سنين او 3 سنين بالاكترية يعني بتكلم عن الجزائر. نفسي مرة
الاقي القناه كده وصلت ل100,000 مشترك. خدت حتى الدرع ويعني فرحت كده ان تعبي ما جاش يعني، وحبي ده ان ما جاش حتى بحاجه يعني. فاهمين قصدي؟ نفسي افرح كده ان خدت الدرع من حبايبي واللي انا بحبهم دايما، وبحب ان انا اتعامل معاهم. وعايزه اقول لكم على حاجه تانية، انا بجد بجد بحب الجزائر جدا من كل قلبي. عارفين، عايزه اقول لكم ان عيالي دلوقتي لو اي حد من اصحابهم بيجي يتفرجوا معاهم على مثلا ماتش تبع الجزائر وبلد تانية، ومثلا اللي بيبقى قاعد دوت بيشجع القناة اللي مثلا الفريق التاني، يقولوا لا شجع الجزائر شجع الجزائر، ماما بتحب الجزائر، لو كلمت كلمة هتقوم تنفخك. والله العظيم هذا بيحصل من اولادي، والله مش كلام وخلاص يعني، بأمانة فعلا تحس ان انا بقيت مصرية جزائرية. فمستنية بقى الدعم منكم ان اخد الدرع ان شاء الله بإذن الله، وافرح كده بيه، ويفرح قلبي ويفرح قلب عيالي. لان عايزة اقول لكم هم فعلا هم تعبوا معايا كتير، يعني انا عيالي تعبوا معايا كتير، كنت بضغط عليهم نفسيا. ويعني هقول لكم ايه، ان يعني برضو اطفال بيبقوا عايزين طول الوقت قاعدين مع مامتهم بتاع. انا في كل الاوقات ببقى بفكر ازاي ان انا اطلع لكم بفيديو يعجبكم ان شاء الله باذن الله. وبكده اقدر اقول لكم هسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما تنسوش تكملوا الفيديو للاخر. سلام.